تحدي الطبخ ب38 جنيه فقط لا غير. برأيكن شو بنقدر نعمل ب38 جنيه وبس؟ معكن هيفاء، أهلا وسهلا فيكن بمطبخ المتواضع. بتمنى كل شي قدمه من وصفات وطبخات تنال إعجابكم ورضاكم. شو بنعمل لما بنصحى الصبح ومنلاقي بس بحوزتنا أو بشنتايتنا موجود 38 جنيه فقط؟ أول شي دخلت المطبخ، قلت لشوف شو متاح عندي. لقيت عندي ماكرونة سباكيتي ورز وعدس وشعيرية. هلأ مبدئيا هيك الموضوع كشري، لكن لقيت ناقصني حمص، ناقصني خل، ناقصني بعض الشغلات اللي بتلزم الكشري. فلغيت من فكرة الكشري، قلت لازم أعمل معكرونة ومجدرة رز، وفكرت أعمل لبن بخيار جنب مجدرة الرز. ورحت بالمبلغ اللي معي على المول وتسوقت هدول الشغلات. قدرت جيب ب38 جنيه خيارتين، جزرتين، 3 فلفلات، وكيلو لبن، وجرزة بقدونس. وهلأ تابعوني وشوفوا نتيجة اللي عملناه. حضرت مقادير المعكرونة اللي هني هدول بالصورة، هلا بكتب لكم اياهم. وحضرت مقادير المجدرة كمان. مقادير المعكرونة: بدنا معكرونة صغيرة كاسة، معكرونة سباكيتي، جزر مبشور، فلفل أخضر، بصلة كبيرة ناعمة، توم ناعم 5 أسنان، جبنة وبقدونس للزينة، صلصة طماطم ملعقتين، وملح. بالنسبة للتوابل بدنا بابريكا ملعقة صغيرة، كمون ملعقة صغيرة، فلفل أسود ملعقة صغيرة، وقرفة ناعم كمان ملعقة صغيرة، وبدنا طبعا زيت نباتي. أما مقادير المجدرة فهن كاسة رز مصري مغسول كتير منيح ومنقوع، كاسة عدس أسود، وأنا حضيف من عندي كاسة الشعيرية، فحيصير بين الكشري والمجدرة، بس حتعطي نكهة خرافية، جربوها وما بتندموا. وعنا كمان بصلة وسط مقطع شرائح، عنا ملعقة صغيرة نشا وملعقة صغيرة طحين أو دقيق عشان البصل يطلع مقرمش، وعنا ملح وملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ومكعب ماجي، طبعا زيت نباتي ملعقتين كبار. بنغسل العدس كتير منيح وبنحطه على النار، وبهالأثناء كمان بنغلي مي عشان نسلق المعكرونة والسباكيتي عشان نكسب الوقت. طبعا بنحط مي وملعقة زيت وملعقة صغيرة ملح، ولما بتغلي المي بنسقط المعكرونة والسباكيتي. أنا سلقت السباكيتي بعدين سلقت المعكرونة، وهيك بكون استوى العدس. هلا رح نبدأ طبخ المجدرة أو الكشري، ما بعرف يعني، هي مجدرة رز ومع شعيرية. نحط النشا والدقيق أو الطحين فوق البصلة، وبنحاول نحركها مزبوط بحيث إنه كل البصل يصير عليه نشا ودقيق عشان يقرمش. بنحط بالحلة أو بالطنجرة ملعقتين الزيت النباتي، وبس أول ما بنحط بصلة هيك وبصير يطلع فقاعات، يعني بيسخن الزيت، بنحط البصل ونخليه لحتى يحمر، يصير هيك لونه بني فاتح أو أشقر يعني، وبنشيله. بعد ما شلنا البصل بنفس الزيت الحامي بنحط كاسة الشعيرية ونحرك ليصير لون الشعيرية ذهبي، وبعده بننزل الرز فوق الشعيرية، كمان بنحمصهم شوي صغيرة، وبعده بننزل العدس. طبعا العدس أنا سلقته عشان ما يصير في هاي حركات القولون والانتفاخات وآلام البطن. هلأ بنحمصهم مع بعض شوي بالزيت مزبوط، وبس يصير عليهم حرارة كلياتهم بننزل المرقة اللي سلقنا فيه العدس، يعني مية العدس المسلوق، وأنا دوبت معه مكعب الماجي عشان أسهل من نحطه على الرز ويكتل. طبعا حطيت مي أو مرقة العدس 1.5 كاسة، يعني عيار الرز لكل كاسة 1.5 كاسة، وأضفت التوابل اللي هن الكمون والفلفل الأسود والملح حسب الرغبة. بنوطي النار تحت الحلة أو تحت الرز يعني لمدة من 10 دقايق ل4 ساعة، وهيك بتكون النتيجة بإذن الله تبع المجدرة بالشعيرية. طبعا هاي أكلة قائمة بحد ذاتها، بناكل جنبها مثلا لبن بخيار أو أي سلطة خضار عادية، سلطة جرجير، سلطة طماطم وخيار اللي بدك. هلأ رح ننتقل لطبخ المعكرونة. نحط بالحلة زيت نباتي كمان مقدار ملعقتين، وبعده بننزل البصل الناعم وبنخليه ثواني يدبل، وبعدها بننزل الثوم المقطع ناعم كمان. أول ما يبدأ البصل والثوم يحمروا، قبل ما يحمروا يعني، بننزل صلصة الطماطم ملعقتين، ونحرك مزبوط لحتى صلصة الطماطم كلها تاخد حرارة، وبعدها بننزل توابل تبعنا اللي هن البابريكا والكمون والقرفة والفلفل الأسود. وهلأ بنبدأ ننزل خضار، بنبدأ بالجزر المبشور وبنحركه مزبوط لحتى ياخد شوية حرارة، وبعده
بننزل بالفلفل الأخضر، بنحط الملح حسب الرغبة، وبعد بننزل بكاستين مي عشان تستوي الخضار بشكل كويس. ولما بتستوي الخضار بننزل بالمعكرونة الصغيرة الحلزون يعني، بنخليها تغلي مع الصلصة لمدة 2 ل 3 دقايق، وبعدين صلصتنا هيك صارت جاهزة. هلأ بندهن صينية الفرن بملعقة زيت، بس عشان بدي احط صينية المعكرونة بالفرن، فبدهنها بشوية زيت، ملعقة زيت، وببدأ ألف السباكيتي بشكل كعكة بقلب الصينية، وهيك عملت تقريبا 5 كعكات. وهلأ ببدأ أحط وسط كل وحدة، كل دائرة منهم أو كل كعكة بحط من الصلصة اللي عملناها، صلصة المعكرونة. بهاي الطريقة. وهلأ بنحط فوق كل وحدة من خليط البقدونس والجبنة مع بعض، وبنحطها بالفرن الحامي لمدة 3 أو 4 دقايق بس لتصيح الجبنة شوي، وبنطالعها، وهيك بيكون الشكل النهائي لطبخة المعكرونة. وهيك بيكون نتيجة طبقنا لليوم اللي ب38 جنيه فقط لا غير. هاي المجدرة رز بالشعرية، أكلة تقدروا تاكلوها مع سلطة لبن بخيار، قائمة بحد ذاتها، وفينا ناكلها مع المعكرونة بتعطينا نكهة الكشري النظامي وأطيب كمان. جربوها وحتدعوا لي بإذن الله تعالى. وشكرا جزيلا للمتابعة، أتمنى أكون فدتكم، وبشوفكم بفيديوهات قادمة بإذن الله.